المنتدى الافريقي الثاني لشبكات الكهرباء الذكيه بتنظيم مشترك من كل من اللجنه الافريقيه للمواصفات القياسيه احسن واللجنه الدوليه لتقنيات الكهرباء IEC، وتحت الرعايه الكريمه وبالدعم من وزاره الكهرباء والطاقه الجديده المصريه واللجنه الافريقيه للطاقه، وبدعم من اللجنه المصريه الالمانيه المشتركه للطاقه المتجدده واتحاد الغرف الافريقيه للتجاره والصناعه. وكلمه الترحيب الاولى في افتتاح هذا الحدث يلقيها السيد كلود كوتاوا رئيس الأفسك، فليتفضل سيادته. كوتاوا فلوريسيوس. Excellences, Monsieur le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, président de la cérémonie. Excellences, Messieurs les ministres du Malawi, du Soudan, du Burundi, du Cameroun, du Libéria, de Djibouti, de Guinée équatoriale. Excellences, Messieurs les ministres égyptiens. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs. Madame la commissaire de la Commission de l'énergie de l'Union africaine. Monsieur le directeur exécutif de l'AFEC. Monsieur le représentant de l'IEC. Monsieur le représentant de la Sénélec, Monsieur le représentant de la Sunbright Corporation of China, Monsieur ضيوف مصر الكرام، يسعدني أن أرحب بحضراتكم في افتتاح فعاليات المنتدى الافريقي الثاني للشبكات الذكيه التي تنظمه الشعبة القومية المصرية للمنظمة الدولية الكهربائية IEC بالتعاون والشراكة مع اللجنة الافريقية الكهربائية أفسك. وأريد في بداية كلمتي أن أتوجه بجزيل الشكر لدولة السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا المنتدى وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في كافة الخطوات التي تقوم بها من أجل توفير التغذية الكهربائية لكافة متطلبات التنمية على أرض مصر. كما يطيبني أن أنقل لحضراتكم تحيات سيادته وتمنياته لهذا المنتدى بالنجاح والخروج بنتائج وتوصيات فعالة لتطوير الشبكات الكهربائية في قارة أفريقيا ودعم التعاون في مشروعات الطاقة الكهربائية على مستوى القارة. كما يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر للسادة الوزراء الأفارقة والمصريين شركاء وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الحدث الهام. ولا يفوتني تقديم الشكر للجهات التي تعاونت مع الشعب القومية المصرية الكهربائية في تنظيم هذا الحدث وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة، والشكر أيضا موصول للشركات الراعية لهذا المنتدى الدولي الهام. ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة، تواصل مصر تحركاتها الإقليمية المحسوبة ونجاحاتها والقيام بدورها في أفريقيا من خلال المشاركة في كل الفعاليات الأفريقية الإقليمية وفي مقابلتها القمم الأفريقية المتتالية. وقد تكلمت الجهود المصرية بفوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لمدة 3 سنوات، ومصر التي تجمع بين مقعد مجلس الأمن وعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، وبالتالي فهي تحمل صوت وقضايا أفريقيا للعالم، وفي نفس الوقت تمارس الدور الأهم في دعم السلم والأمن الأفريقي. كما ترأس مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وبالتالي فهي معنية بقضايا البيئة
والمبادرة الإفريقية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. ولقد اكتسبت قضية تنشيط العلاقات المصرية مع أفريقيا والولايات القصوى لدى القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، كما أكد الدستور المصري على الحضور والهوية الإفريقية لمصر، وتحرص مصر من خلال تعاونها مع الدول الأفريقية على مراعاة أولويات تلك الدول بناء على المصالح المشتركة لتحقيق المكاسب للطرفين، حيث يتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات. السيدات والسادة الحضور، تظل الطاقة الكهربائية من مفردات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول، ولقد أصبح التقدم الحضاري يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وبها تقوم كافة المرافق بأداء رسالتها، وعليها تعتمد المؤشرات لقياس تقدم الأمم والشعوب. وتمتلك الحرب الأفريقية كافة مقومات إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف مصادرها الأولية، وتشمل الطاقات الكتلة الحرارية والحرارية الأرضية والمائية والشمسية والرياح، إضافة إلى المصادر المتوفرة. وهذا يوفر فرصا مجزية لدول القارة على صعيدي التوسع والتحول في أنظمتها من توليد الطاقة إلى جانب فتح آفاق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك يعاني معظم سكان القارة الأفريقية من نقص في إمدادات الطاقة. لهذا فهناك ضرورة قصوى لتوحيد الجهود في إمداد القارة الأفريقية بالتكنولوجيات الطاقة لتحقيق خطط التنمية المحلية والاقتصادية، وذلك في إطار إمداد للطاقة النظيفة والمستدامة. إن تحقيق التعامل الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابي على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل، وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة، وإيجاد منظومة كهربائية تربط بين دول القارة الأفريقية. السلطات والسيطرة تمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من جهة. ويهدف هذا المنتدى إلى تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة لتطبيقات الشبكات الذكية، خاصة في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، مما يساهم في إسراع لوصول الكهرباء للشعوب الأفريقية. كما يهدف المنتدى إلى دراسة إمكانيات الشبكات الذكية في تحفيز مناخ الأعمال وخلق فرص العمل داخل القارة الأفريقية، فضلا عن تحديد العقبات التي تحول ضمن تنفيذ ذلك والحلول الممكنة للتغلب على هذه العقبات. السيدات والسادة، يناقش المؤتمر العديد من المحاور للتعريف بآخر التطورات في مجال الشبكات الذكية وفهم أهميتها بالنسبة للقارة الأفريقية. ومن أهم هذه المحاور ما هي؟ نشر تكنولوجيات الطاقة الذكية لتحقيق أكثر استفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتسهيل تحسين الطاقة. التجارب العالمية والأفريقية في مجال الشبكات الذكية الكبرى وفي مجال توفير الكهرباء للمناطق الريفية البعيدة عن شبكات الكهرباء. الآفاق والعقبات الصناعية في تقنيات الشبكات الذكية على مستوى القارة. دور الحكومات ومؤسسات التمويل في دعم مبادرة نشر الشبكات الذكية بدول القارة الأفريقية. التقارب بين قطاعي الاتصالات والطاقة لتحقيق الأهداف المنشودة من تطبيقات الشبكات الذكية. كما يتيح هذا المنتدى مجموعة من الفرص المتميزة لمشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في هذا المجال المتنامي، حيث يصاحب المنتدى معرض متخصص للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيات الشبكات الذكية تشارك فيه كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الشبكات الذكية والمنتجات الكهربائية ذات الصلة. السيدات والسادة الحضور، تتمتع مصر بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي
طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي تصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى حوالي 85 جيجا وات، بالإضافة إلى 2800 ميجا وات من المصادر المائية وهي مستقبلها الكامل. وقد خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانية الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات، أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام EPC++، أو طرح المناقصات التي الطاقة في مصر عام 2022. تتزايد هذه النسبة إلى 30% حتى عام 2030، والدراسة تؤدي أيضا إلى الوصول بهذه النسبة إلى 55% حتى عند الوصول إلى عام 2050. السيدات والسادة الحضور، يعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من القدرات الحقيقية، خاصة في ضوء قدرات الإنتاج الكبيرة المتوقع إضافتها لمجابهة الزيادة المضطردة في الأحمال الكهربائية، علاوة على أن التوسع في استخدام الطاقات المتجددة يتطلب وجود شبكات نقل وتوزيع كهرباء ذكية ومرنة على مستوى كافة الجهود المختلفة. وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكات الحالية من شبكات مناطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات، ويوجد فيها التفاعل ما بين المشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة، وسوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاث. السيدات والسادة الحضور الكرام، إننا ننظر إلى هذا المنتدى باعتباره فرصة متميزة. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.